بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم القرص الحلوه قوي دي اللي انتوا شايفينها، قرص حلوه قوي قوي بجد، وكمان اقتصاديه. وتقدري تحشيها باي حشوه انت هتحبيها، بجد حلوه قوي. شايفين شكلها؟ خليكم معايا بقى عشان هقول لكم على سر التسويه بتاعتها من غير ولا شوايه ولا اي حاجه، ما فيهاش اي افتكاسات، بجد قرص حلوه قوي. وتقدري تحشيها زي ما قلت لك باي حشوه انت هتحبيها. هتنفعك بقى كده في الشتاء مع الفطار الصبح مع شاي بلبن او شاي ساده زي ما تحبي. ولادك هتعجبهم قوي، وكمان مغذيه قوي قوي كمان يعني. تقدري تحطها لهم في اللانش بوكس معاهم في المدرسه كده مع عصير، بجد هتعجبهم. والحشوات زي ما قلت لك تقدري تغيري فيها زي ما انت عايزه، وهقول لك تبدلي ايه وتحطي ايه مكانه. هي يعني القرص اللي انتوا شايفينها دي اقتصاديه، مش مكلفه والله، يعني سعرها تقدري تعمليها لان هي بسيطه. هتقدري كمان تقومي تعمليها لان هي مكوناتها اصلا موجوده عندك في المطبخ، يعني هتقومي ان شاء الله هتعجبك الوصفه، هتعمليها على طول. لو عايزين بقى تشوفوا القرص الحلوه دي احنا عملناها مع بعض ازاي، تابعوني. الفيديو مش طويل يعني، بس هو ان شاء الله هيعجبك. انا كنت عايزه اقول لكم ما تنسوش المشاهده اقل من 3 دقايق، بس ان شاء الله الفيديو هيعجبك وهتكمليه معايا للاخر. الفيديو حلو قوي. والقرص بص الكميه بقى قد ايه، ده كله من كيلو دقيق. والله كيلو دقيق واحد عاملين الكميه الحلوه قوي اللي انتوا شايفينها معانا دي. ما تنسوش بقى الاشتراك، اللي مش مشترك عندي يا ريت يشترك، والجرس، تفعيل زر الجرس، واللايك طبعا، وكلمة حلوة كده منكم عشان تشجعنا نعمل الأحسن. حلو قوي، هتنفع في البيت كل حاجة من دي بجد والله، بتنفع في البيت مع زي ما قلت لك شوية حبة شاي كده بلبن في الفطار، خفيفة وصحية وكمان مغذية قوي. هتعجبكم بجد يعني. بصوا شكلها ولونها، كل ده هقوله لكم ان شاء الله واحنا شغالين في الفيديو، هقول لك هي طلعت معانا حلوة كده ازاي. تعالوا بقى يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة. معانا كيلو دقيق، وكيس فانيليا، وكيس خميرة، وبيكنج باودر، ودي كوباية واحدة سمنة على زيت، طبعا زيت نباتي، وعلبتين زبادي. كوباية مش كبيرة يا جماعة، مش مج كبير ولا حاجة، كوباية عادية خالص. ده المج اللي قدامكم ده مج صغير. وهنحتاج شوية حاجات كده بسيطة خالص واحنا شغالين هقولها لكم. هاخد طبعا كيس الدقيق، كيلو الدقيق طبعا يبقى مخصص يعني للمعجنات، للكيك والحاجات دي، عشان يبقى مش بتاع عيش يعني، يبقى احسن. حطينا اول حاجة على العجينة بتاعتنا، على الدقيق بتاعنا، البيكنج باودر وكيس الفانيليا. كيس الفانيليا بيدي طعم حلو قوي. دي معلقه واحده بس من البيكنج باودر، معلقه شاي. وهنقفل بقيه كيس البيكنج باودر ونشيله طبعا، ما ترميش حاجه. حطينا ايه كيس الفانيليا ومعلقه من البيكنج باودر ورشه ملح يعني بطرف المعلقه، كله على الدقيقه اهوت. وبعدين هنحط 3 معالق كبار بتوع الاكل سكر، وكيس خميره هنحطه كله عشان ده طبعا كيلو دقيق. هنقلب بقى كده المكونات اللي هي الجافه مع بعض. بصوا المكونات لحد دلوقتي سهله خالص ازاي، مفيش اي حاجه. ودي معلقه كبيره كده من اللبن البودره، لو موجوده حطيها، مش موجوده خلاص. او ممكن تحطي معلقتين زي ما تحبي، ممكن تحطي 3 معالق بس عشان هي اقتصاديه، فانا حطيت معلقه كده كبيره زي ما انتم شايفين. وهحط الزبادي، دول علبتين زبادي. ولو ما عندكيش زبادي تقدري تحطي لبن رايب، مش لبن حليب يا جماعه، لبن رايب. اللبن اللي هو الحليب اللي احنا بنشربه العادي ده هينشف معاكي القرص بتاعتك، مش هيبقى حلو. ودي معايا كوبايه سمنه على زيت، كوبايه واحده اي نوع سمنه. لو عندك سمنه بلدي حلوه قوي، عندك سمنه عاديه، دي سمنه عاديه خالص والله تقدري تشتغلي بيها برضو، كانت بجد تحفه. هنقلب بقى كده كويس. المرحله دي كويسه قوي ومهمه قوي ان انت تقلبي قبل ما تحطي الميه. قلبي كده، شربي الدقيق كل الحاجات، السوائل اللي احنا حطيناها على الدقيق قبل ما تحطي اي ميه. هنقلب بقى كويس قوي. وبعد كده بصي هنشتغل بايدينا. الخطوه دي مهمه بجد عشان تدي نتيجه احسن. طيب الحشوه انا هحشي دلوقتي بالعجوه. لو انت حابه ان انت تحشيها جبن يبقى ما تحطيش كيس الفانيليا. هتحشي جبن، تحشي اي حشوه تانية، ممكن تحشيها نوتيلا، ممكن لو نوتيلا بقى والعجوه والملبن والحاجات دي خلاص كيس الفانيليا هيبقى حلو قوي معاكي. ممكن تحشيها سكر بقرفه بتبقى تحفه برضو. بس كل ده هتخلي كيس الفانيليا زي ما احنا شغالين، انما لو هتحشيها بقى جبن وحاجات تانية مختلفه شويه بلاش بقى كيس الفانيليا في الموضوع. المهم هنا بقى احنا نزلنا بكوبايه ميه واحده، ميه دافيه طبعا. هي هتاخد معانا من كوبايه ونص لكوبايتين على حسب الدقيق بتاعك، فانا نزلت بس بكوبايه الاول عشان واحده واحده كده الدنيا ما تبص منك. المهم بقى هنا احنا كل ده لسه مش بنعجن، احنا بنلم الحاجه اللي احنا حطيناها على بعض. ودي كمان كوبايه هاخد بصوا شويه شويه كده.
انا خدت كده حوالي نص كوبايه اهوت، يبقى كده خدنا كوبايه ونص تقريبا، هو مش نص، هو اقل شويه. احنا لسه بنلم كده العجينه عشان نظبطها، نشوف محتاجه مننا ميه ولا اي حاجه. بصوا هناخد شويه كمان، يبقى خدت انا بالنسبه لي هنا خدت حوالي كوبايه ونص، كوبايتين الا ربع ميه. هنا بقى العجينه دي كل ما تعجني فيها هتديكي نتيجه احسن، يعني اعجني بقى من 10 دقائق لربع ساعه. احنا لمينا كده خلاص كله جوه بعضه، مش هنحتاج ميه تاني. المهم بقى هنا اهم مرحله ان انت تعجني 10 دقائق لربع ساعه كده، عشان العجينه بتاعتك تبقى حلوه وتدينا نتيجه حلوه زي ما انتوا شفتوا معايا. هنا كان بقى لها حوالي 10 دقايق، بصوا بقى اتلمت وتغير شكلها ازاي. ما خدناش الميه كلها هنا، انا بوريها لكم. خدت حوالي كوبايتين الا ربع. المهم بقى تعجيني كده على قد ما معاكي وقت، 10 دقايق ربع ساعه. تعجيني كده في القرص بتاعتك لحد ما تبقى زي ما انتوا شايفينها كده. عجنتها هنا اهوت بقالي ربع ساعه تقريبا، حلوه قوي كده اهيت، شايفين شكلها. هنسيبها بقى في مكان دافي، طبعا مش هحط عليها بقى ولا زيت ولا اي حاجه، زي ما هي كده. وهنسيبها في مكان كده دافي عشان تخمر، وبعدين نرجع عشان نشوف هنعمل بيها ايه. هنا كانت العجينه بتاعتنا خمرت كده وارتاحت. هنطلع منها بقى الهواء وبعدين نشتغل بيها. عجينه حلوه قوي بجد، عايزه اقول لكم كانت ريحتها حلوه قوي قوي وطريه كده في ايديكي، هتقدري تشكليها زي ما انت عايزه. ممكن تعملي منها عيش فينو، لو حابه تعمليها عيش فينو تبقى حلوه قوي قوي برضو، سهله خالص يعني. هنا بقى انا هشكلها، بصي عايزه اقول لك قد الليمونه، يعني مش كبيره خالص، قد الليمونه. ليمونه كبيره كده حلوه، وشكليها زي ما انتم شايفين كده. انا سايبه لكم الفيديو شغال. حلوه هي، سهله خالص، بقول لك العجينه طريه بجد والله، مش بتاخد معاكي اي وقت. هنقطع بقى كل الكميه اللي معانا من العجينه. وانا مجهزه هناك كده زي ما انتم شايفين، انا مجهزه لها عجوه. عملت العجوه دي ازاي؟ عملتها بمعلقه سمنه. عارفه بقى لو في معلقه سمنه بلدي وحطيتي على العجوه بس هتبقى حلوه قوي. طب لو ما عندكيش سمنه بلدي وعندك ممكن القشطه بتاعت اللبن، تحطي معلقه من القشطه على العجوه هتبقى حلوه قوي قوي برده. ما عندكيش حاجه خالص، حطي معلقه سمنه من اللي احنا شغالين بيها عادي خالص. انا بقول لك افكار لو موجوده عندك اعمليها. خلصت بقى هنا كل الكميه اللي معايا. ودي العجوه هي انا جهزتها وعملتها كور صغيره كده، يعني قد الزيتونه بقى كده شويه. هاخد بقى العجوه بتاعتنا وابتدي احطها على الكور بتاعه القرص اللي احنا عملناه. حلوه والله يا جماعه، اعملوها كده في البيت. وعارفين طبعا ان الخبيز يعني في البيت بيبقى خير. حاجه حلوه بدل ما تشتريها من بره، لا اعمليها في البيت كده، مكوناتها سهله خالص، تقدري تحطي اللي انت عايزاه وتشيلي اللي انت مش عايزاه. هنجيب بقى العجوه بالسطريه ازاي، هنحطها بقى جوه القرصه اللي احنا عملناها او الكوره بتاعه العجين اللي احنا عملناها، ونقفل عليها زي ما انتم شايفين. انا هوريكم اكتر كده اهي. حاولي تخلي القفله بتاعه العجين من جوه، بلاش تحطي القرصه بصي انا هقلبها كده اهوت، القفله بتاعه العجينه من تحت، وتقفلي بقى عليها كده كويس، وتخلي اللي انت قفلتيها للظهر برده من تحت. اهي سهله خالص، ما فيهاش اي تعقيد والله ولا اي حاجه. يعني عايزه اقول لكم بجد ما خدناش 10 دقايق كنا مخلصين الكميه. ممكن تعملي بقى بدل الكيلو اعملي 2 كيلو، لان هي حلوه قوي. بصوا انا هنا زي ما قلت لكم بقلب القرصه، بحط على الوش اللي احنا قفلنا عليه العجينه، وبعد ما نقفلها نحطها على الظهر كده زي ما انتم شايفين معايا. لو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسيش لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وطبعا الكومنت الحلو منكم. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون عجبتكم. يا رب يعني اتمنى ان انا حتى اكون بس بقدم لكم حتى لو معلومه صغيره. كلنا بنتعلم من بعض وبنستفاد من بعض. احنا كلنا يعني والله كلنا بنتعلم، يعني هنعيش ونكبر كده، وكلنا يمكن اشوف حاجه هنا تعجبني، حاجه هنا تعجبني، وبنقلد كده وبنعمل حاجه، بناخد فكره من هنا بنعملها بتبقى حلوه والله. بصي بقى انا هنا باخد العجينه طبعا على القفله بتاعه الظهر من تحت، بحطها وببططها كده خفيف. هسيبها بقى هنا تخمر. بعد ما ارتاحت دخلتها الفرن، شايفين بقى شكلها. طبعا بقى هقول لك انا سويتها ازاي. انا حطيتها في نص الفرن على درجه حراره عاليه زي ما انتم شايفين كده، يعني ممكن اقل من عاليه سنه صغيره خالص، بس في نص الفرن. ما تولعيش شوايه، هي هتاخد اللون اللي انت شايفاه ده. وكل شويه كده، يعني هي مش بتاخد وقت كتير على فكره، يعني دقيقه او دقيقتين افتحي الفرن وقلبي او لفي الصاج كده اللي انت بتسوي فيه القرص بتاعتك، عشان ما فيش حاجه تستوى من مكان ومكان لا. شايفين بقى شكلها. الريحه بقى في الفرن بجد كانت وهم، مع ان هي سمنه عاديه خالص.
اتمنى بقى لو الفيديو بتاعي النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، واللي مش مشترك عندي في القناه يا ريت يشترك، وشكرا ليكم.